اهلا بكم واتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا ترشيح لفيلم جديد. فيلمنا هو نيور دريمز، وهو فيلم كرتون عائلي. المهم يلا نبدا. وفيلمنا بيبدا ببنت اسمها ستيفي. امها وابوها كانوا موسيقيين محليين وبيعملوا فطار مع بعض وبيضحكوا وبيتجمعوا كعيله. اللحظه دي بتحس انها مثاليه، بس بعد شويه بنعرف ان ده مجرد ذكرى او حلم من ايام الطفوله. دلوقتي ستيفي كبرت، واخوها الصغير اليوت 8 سنين بيخلي البيت فوضوي شويه بحركاته الطفولية وأحلامه الغريبة. والعيلة بتمر بأزمة، الأم عايزة تنتقل بعيد بسبب شغل جديد، والأب مش مهتم يكمل الألبوم الموسيقي. وده بيقلق ستيفي جدا لأنها عايزة تحافظ على العيلة سوا، فبتحاول بأي طريقة تهدي الخلافات وتحافظ على الجو العائلي، حتى لو كان لازم تدي الفضل للتاني على الفطار اللي هي عملته. وفي يوم من الأيام ستيفي وإليت بيلاقوا كتاب قديم عن ساند مان. الكتاب بيقول إن لو لقوا ساندمان في عالم الأحلام ممكن يحقق لهم أي أمنية زي حلم العيلة المثالية. فلما ستيف وإليت بيناموا بيلاقوا نفسهم داخل عالم الأحلام، وعالم الأحلام مليان مشاهد غريبة وسحرية، مدن عجيبة، أكل بيتكلم، فطور بيتحرك، ومواقف ممتعة وأحيانا مخيفة. وبيقدروا يتحكموا في تفاصيله لو ماسكين إيدين بعض ومركزين. وفي عالم الأحلام بيظهر ساندمان وبيعرض عليهم تحقيق أمنيتهم بالعيلة المثالية. ستيفي قلبها كله بيقول نعم، لكن إليوت بيحاول يقنعها إن المثالية مش الحقيقة، وإن العيلة الحقيقية محتاجة حب وتفاهم مش ترتيب وصورة مثالية. لكن بتقرر تعيش حلم مثالية لوحدها، ولكن بتبدأ تحس بالارتباك. ورغم جمال الحلم في حاجة ناقصة. روح العيلة مش بتتخلق بالصورة المثالية، بتتخلق بالحب والصدق والواقع بكل عيوبه ومميزاته. وفي صراحة بين حلم مثالي وحقيقة الحياة، ستيفي بتاخد القرار الشجاع وترفض الحلم المثالي وتختار الواقع بكل فوضاه. والفيلم بيعلمنا ان فكرة العيلة المثالية غالبا مجرد وهم، والحب والتفاهم والصراحة اهم من الصورة المثالية او الكمال الظاهري. وان الواقع مهما كان فيه مشاكل وفوضى احيانا اغلى من اي حلم او خيال. وان العلاقات الحقيقية هي اللي بتبني العيلة، مش مجرد صورة مترتبة. ووقت لازم نتعلم نرضى بالواقع ونقدر اللحظات البسيطة بدل من البحث عن المثالية الكاملة. وفي النهاية أرشح لكم الفيلم ده لأنه بيحكي قصة عيلة بطريقة قريبة من الواقع، فيها حب وتفاهم ومواقف ممكن كل واحد فينا يعيشها. وكمان بيوريكم إن الأحلام حلوة لكن الحقيقة أهم، واللحظات البسيطة مع اللي بنحبهم أغلى من أي صورة مثالية. المهم هنتظركم في التعليقات. سلام.